في فقرة بين السطور في هذه الحلقة من برنامج 100 دقيقة نسعد جدا أن نستضيف الفنان والشاعر جمال عبدلي. مساء الخير. أنت رسام وشاعر، تكتب لديك دواوين؟ لحد الآن لدي ديوانين. أحدهم قيد الطبع في دار النشر، والثاني قيد الإنشاء. أي عنوان اخترت ديوانك الأول؟ اخترت ديوان أوراقي. أي أوراق بعثرت؟ أي أوراق كنت في أي أوراق كنت تفتش؟ أوراق عاطفية يعني. قصائد عن الحب. عن الحب. وفي الرسم كيف هذا التوليفة؟ وجدت التوليفة ما بين الرسم وبين كتابة الشعر؟ كاين همزة وصل بين الرسم والشعر، إنه الرسم بالكلمات هو الشعر طبعا. بالكلمات والرسم بالخطوط، وكليهما يعبران على نفس ذات الإنسان يعني. نعم. هو لما يأتيك هذا الإلهام ماذا تختار؟ تأتيك فكرة، كيف تختار أنه تنزلها قصيدة أو ترسمها؟ يعني كيف هذا التصادم ما بين الشعورين، شعور الشاعر فيك وشعور الرسام، أين تميل أكثر؟ هي ما صعيب واحد يختار يعني. كأني أعيش شخصيتين، شخصية فنان وشخصية شاعر. والقصيدة يعني أو اللوحة تأتي من العدم. أوقات القصيدة تكتب نفسها، وأوقات الرسم ترسم ذاتها يعني. ما عنديش وقت محدد. من يتغلب في الغالب على الآخر؟ من ينتصر في الصراع الداخلي الجميل؟ يعني تحسد علي أن تكون موهوب رسما وشعرا. نفس الشيء يعني، رسم أو شعر يعني. أوقات نكون نميل للشعر أكثر يعني، وأوقات نكون نميل للرسم أكثر. يعني ما كانش، لا يوجد مقارنة. نعم. أي لحظات اللي تصنع منك الشعر أكثر؟ لحظات الفرح، لحظات الحزن؟ يمكن الوقت متأثر أو أثر بشيء يعني، أو أوقات يعني تمر قدامي أي شيء يعني يوحي لي بقصيدة. فتجسدها قصيدة. أجسدها قصيدة. والرسم أكثر شيء يعني يلفتني إنه تكون اللوحة بالأبيض والأسود، أو تكون لها خلفية سوداء. يعني تخليني إنه من هذه الصورة يعني نطلع منها أشياء اللي نحبها أنا يعني. جمال عبدلي، حدث مرة أنه كانت لديك قصيدة ثم أسقطتها لوحة فنية؟ حدث لك؟ هي قصيدة مشردة. حاولت إنه يعني أتحدى نفسي يعني، وجسد من قصيدة جسد منها لوحة. كانت القصيدة تحكي عن فتاة مشردة، فجسدتها بلوحة بائعة التين. وهي فتاة مشردة أيضا يعني، وتجري وراء الكسب العيش أو كيف يقولون. فجسدتها، ربطت بين الرسم والشعر. يمكن هذه أول مرة، وإن شاء الله تكون تجديد لقصائد الباقي يعني. نعم. هناك مثل يقول: صورة أفضل من 1000 كلمة. إلى أي مدى أنت تتفق مع هذا المثل أن الصورة أفضل، تعبر أكثر من 1000 كلمة؟ يمكن الشيء الذي يرى يصل أكثر من الشيء الذي أسرع. لكن ربما الكلمات تكون أعمق، تبقي أثرا أطول. صح. إنه الكلمات يعني هذه كان مقولة دائما نقولها يعني. قلتها قبل في الجرائد وهيك. نقول إنه الكلمة اللي تخرج من القلب تصل إلى القلب مباشرة يعني، اللي تخرج من الإحساس تصل إلى إحساس يعني. ونفس الشيء الصورة يعني. نفس الشيء الصورة يعني. في دواوينك وفي ديوانك الشعري أوراق، ما هي أهم الأشياء التي تحدث عنها؟ ما أهم اللحظات التي خلتها قصائد فيه؟ الأوراق يعني قصائد اللي كانت في الديوان هي قصائد مثل أوراق الخريف. تساقط الخريف يعني. أغلبها حزين وأغلبها عاطفي يعني. وفي منها قصائد يعني غرامية يعني توصف شعور الإنسان داخلي وكيفاش جسده بالكلمة يعني. هذا من أكثر الشعراء، بما أنك تتحدث العاطفة ربما نذهب مباشرة نتذكر نزار قباني. من أكثر الشعراء الذين أنت تأثرت بهم؟ يعني نزار قباني في الآونة الأخيرة كان في صدفة يعني. بدايتي كنت لم أطلع على قصائد نزار قباني. كنت يمكن نسمعها في الأغاني
او اكثر قصيده كنت قاريها له من قبل قصيده القرار. من بعد بديت نكتب في 2003 هكذاك، بدات الناس تقول انه قصائدي اقرب لنزار قباني، يعني اسلوب نزار قباني او قصائد نزاريه. فبديت ننشر، بداية كانت صدفة، من بعدها تعمدت انه الفكرة تكون انه لقيت ذاتي يعني في اللون هذا. فبديت ننشر في الانترنت، فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة انه كان في ناس من العراق وناس من سوريا لقبوني بنزار قباني الجزائري. جميل جدا. لا انه انا كنت ما كنتش متوقع انه قصائد راح توصل لابعد مدى يعني. انت ذكرت الفيسبوك، يعني لاي مدى صار الان وسائل التواصل الاجتماعي شبكات التواصل الاجتماعي تسهل ان يصل الفنان او يصل الشاعر او الكاتب ايا كان موقعه، يعني حتى في منطقه نائيه بامكانها توصله مثل ما قلت وتكسبوا مساحه من الانتشار اكبر. الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي فادت الشباب يعني المبدع كثيرا، يعني انه كاين عراقيل بزاف خصوصا هنا في الجزائر او في المنطقه اللي راني فيها انا، فيها عراقيل بزاف. الفيسبوك فتح مجال يعني انه الواحد في مقعده ما يتحركش في مقعده يوصل الى مكان ما كانش متوقعه. نحكي على ذاتي يعني عن نفسي، انه ما تحركش من مكاني، وصلت قصائدي وفن ورسوماتي الى ابعد نقطه يعني ما كنتش متوقع انه توصلها. تاخرت شيئا ما في النشر صحيح، بما انك تكتب من 2003؟ صح انه بداية لماذا؟ كنت خايف خوف من خصوصا في الآونة الأخيرة، كان في خصوصا في الوقت الراهن انه قصائد او الكلمات تسرق يعني. فتاخرت لخاطر كنت راح ندير الحقوق تاع الديوان، سجلته باسمي. من بعد فكرت في النشر، انه ننشر في الانترنت، وكانت البدايه في 2011. 2011 كانت الانطلاقه. جميل، هي انطلاقة بشكل رسمي أنك أعلنت عن نفسك شاعر قادم بالجزائر. لمن تقرأ جمال عبداللي؟ نقرأ رواية أحلام مستغربي يعني. أكثر تقرأ الأحلام المستغربي بزاف يعني. ومن الشعراء أسلوبها عاطفي يعني وينطبق على الأسلوب. هل يعني أنت تفكر أن تحصر نفسك فقط في كتابة القصائد العاطفية، أم تفكر أن تكتب عن مواضيع أخرى خصوصا مع كل هذا الحراك الذي يحدث في العالم؟ عندي قصائد يعني كتبها عن الجانب السياسي والقصائد السياسية. كتبت قصيدة يعني على سوريا مرة، كتبت قصيدة على فلسطين، كتبت قصيدة عن المشردات، قصيدة على الأهل، على أبي وأمي. يعني كان في تنوع يعني. ولكن في الديوان شاركت في مهرجانات شعرية بالجزائر، علقمت أمسيات شعرية. في الجزائر ما شاركت يعني مع أمسيات محلية، معارض محلية. أي جديد أيضا بعد الديوان أوراق؟ هناك قلت ديوان آخر عنوان ديوان أوراق قصائد متوهجة. هذا الديوان القادم إن شاء الله. متوقع أن يصدر في نفس التوقيت أم تعطي مسافة فترة ما بين الديوان؟ فترة يعني بعد ما ينشر الديوان الأول نفكر كيف ننشر الثاني. جلال عبداللي، سعيد جدا بالحديث معك. طبعا أتركك ترحل قبل أن تقولي ولو مقطع صغير من قصيدة تختارها. آخر قصيدة يعني كتبتها، قصيدة زهرة الجاردينيا. سيدتي تاريخي وزماني، يا أجمل من كل الدنيا وأحلى من وردة نيساني، عيناك كزهرة جاردينيا تشعل في قلبي نيراني، والثغر الأحمر يحملني كقلوع بين الشطآن، تبحث عن مرسى سيدتي، تبحث عن جزر المرجان، يا جنوني يا غضب الأزلي، يا غضب الأزلي يا ثورة بركاني. شكرا جزيلا جدا لك أستاذ الإذاعي. شكرا لك سيدتي. شكرا، سعيد جدا بالحديث معك أستاذ جمال عبدالي. إن شاء الله نلتقيك في فرص قادمة لما يصدر الديوان ولم تكن لديك أي مشاريع أخرى جديدة، ولما لا إن شاء الله يكون لك معرض قريبا، معرض للفنون التشكيلية. أنت ترسم الانطباعي أم السري؟ البورتريهات، اختصاص قلم رصاص. نعم، جميل جدا، ترسم بقلم رصاص، جميل جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال عبدالي، شكرا جزيلا لك.